المكان ساحر، قد ما حلو قد ما هادئ قد ما كل شيء يخبل المكان. بس تحس المكان بناتي لان كل الاماكن اللي بيه كلها لونها وردي بصراحه. الاماكن اللي يقصد بيها بناتيه مثل هاي الورايه اماكن اكواخ ورديه كامله. شوف هاي القعدات اللي موجوده، هاي القعده الشبابيه هنا وهاي القعده العائليه هناك. السلام عليكم، شلونكم؟ زين ان شاء الله. اليوم جايين على منتجع سياحي داخل اربيل، يضم مدينه مائيه ومسبح مختلط، ويضم مجموعه من البراندات والمطاعم والكوفيات داخل هذا المنتجع. بالاول تجي تطبق سيارتك هنا، هذا الجراج موجود، تطبق سيارتك ومن هاي المسبح ومن هاي الكوفيات والمطاعم. فخلونا نبدي بشارع الكوفيات والمطاعم من اوله. اسمها اكوا بارك، هاي الدخوليه مالتها. تجي من هاي الصفحه حتى اول ما تجي تفوت موجود عندك هنا صالون مال حلاقه، تحس نسائي ورجالي بس كلش مرتب يعني. هاي الدخوليه تدخل من هنا. اول ما تدخل عندك اليمين هاي وايت بلو للحلويات يعني والعصاير البارده. شلون حلوات. هاي نفس اللي شفناها بسامير وخيوط. بسامير وخيوط. هذا شمع لو شنو؟ شمع؟ لا مش شمع، بس ديكور؟ هذا بس ديكور. ضمن المنتجع بصالات مال العاب في اي بي طبعا. هاي في اي بي 1 في اي بي 2 في اي بي 3. هاي صالات بس مال الالعاب مال بلاي ستيشن يعني بلاي ذا جيم. كاشير يبيع كفته ساندويتش. السلام عليكم. كفته شنو الكفته؟ تركيه لو مصريه؟ تركيه. كفته تركيه. عامله ازاي؟ عامله ازاي؟ لا يمكن اطيب من المصريه. لا يا راجل تجربت والله. ليش الساندويتش مالتها؟ هاي الساندويتش مالتها بيش اللفه؟ لفه باربعه. لفه باربعه. كلش حلو. بس لحم عراقي مو وزنه. لحم عراقي. هاي لفه الكفته التركيه هنا، كفته ساندويتش. لفه الكفته موجوده ب 4000 دينار، لحم عراقي خالص 100 على 100. طبعا حتى الكفته التركيه لقيناها موجوده هنا، كفته تركيه موجوده ساندويتش يبيع. جايبين اكلات متنوعه مال غير بلدان يعني. هاي كافتريا جيمنج، قعداتها كلش حلوه. الممشى مالتها كلش حلو، تصميم يخبل، كلها عباره عن كواخه، مثل تقدر تسميها مدينه الكواخ يعني، مدينه الكواخ. بيت الوردي. المكان ساحر، قد ما حلو قد ما هادئ قد ما كل شيء يخبل المكان. بس تحس المكان بناتي لان كل الاماكن اللي بيه كلها لونها وردي بصراحه. اللون الوردي هنا محتل المكان. هاي غرفه مال جيمنج مال العاب بلاي. هاي الفيشه، هاي العاب الاطفال. مكان تحسه بناتي قد ما كل شيء بيه بناتي، الوانه الكواخ اللي بيه كلها بناتي. مكان ترفيهي كل شيء بيه يعني، الرياضه والكافيات والمطاعم كل شيء بيه. ملاعب البادل هاي. بالموضوع اذا تريد تيجي تغير جو هنا راح تغير جو اذا جيت كعائله او كشاب او كبنيه. فاكو اماكن مخصصه للعوائل، واكو اماكن مخصصه للشباب، واكو اماكن مخصصه للبنات. يعني مثل ما شفتوا طبينا على اماكن بيها بس قعدات عائليه، طبينا على اماكن ورديه بس مال بنات، وطبينا على اماكن هسه اللي احنا بيها اللي هي مجموعه ملاعب البادل بس شبابيه. الصراحه مجموعه متنوعه، كل شيء تريد موجود بيها، كلش حلوه. واسعارها مو مثل ما تتخيلها يعني انه كمكان في اي بي كله غالي، لا اسعارها كلش حلوه ومناسبه يعني.
انت لا تبخل يعني، تجيب اصدقائك او تجيب عائلتك وتعال هنا غير جو. راح ننزلكم في فيديو يوم راح نجي نجرب الكافيات ونجرب المطاعم ونجرب العاب البادل ونجرب المسبح. المدينه المائيه طبعا هم موجوده هنا، هسه لا مفتوح راح نفوت عليها اشوف لكم اياها. كل شيء موجود بيها حلو خرافيه. ابراهيم شو تقول؟ بصراحة هنا التنوع كتير قوي، حاجات متنوعة كتير. فاهمني؟ عندك مطاعم، عندك كافيهات، عندك ألعاب، أنت فاهمني؟ عندك بلاي ستيشن، كل شيء موجود، كل شيء موجود هنا. الاماكن اللي يقصد بيها بالناتيه مثل هاي اللي ورايا اماكن اكواخ ورديه كامله، ودائما تلقى بيها بس البنات تقريبا، تمام؟ اول كابل يكونوا موجودين بيها، فلهذا انه نزلها انه شبه شيء بنات مسوينه. خلونا هسه نروح على الجهه الثانيه مالت المسبح، المدينه المائيه. طبعا المدينه المائيه هي مختلطه، لكن اكو منها يومين بالاسبوع بس عوائل بدون شباب، انه بس عوائل تدخل لها. فتعالوا خلينا نروح ناخذكم جوله بيها. اكوا بولينج، عندك هنا نادي مال بولينج. خلونا نطب جو ونشوف. انت اذا جيت لهذا المكان فانت ما تحتاج تروح ترفه بغير مكان، تتعشى وتتونس وتلعب وكل شيء موجود هنا. كولكشن جايب لك كل شيء. طبعا هاي الحدائق العاليه اللي هي الحدائق مال اكوا بارك. هاي البحيرات اللي موجوده، شوف القعدات العائليه وهاي النافوره. هاي القعدات عائليه هنا بهذا الجنب، وذيك القعدات الشبابيه بذاك الجنب. وعندك هاي الشاشه الكبيره هنا تشوف بيها اللعبات. شوف الشاشه ايش كبرها، تقريبا 15 ب 15 متر. اكبر شاشه اشوفها لحد الان داخل اربيل. بس شوف القعدات اللي موجوده، شوف هاي القعدات اللي موجوده. طاوله 52 ما شاء الله ايش قد بيها طاولات. هاي القعده الشبابيه هنا، وهاي القعده العائليه هناك. يعني معزوله العائليه تاخذ راحتها وحد، والشباب ياخذون راحتهم وحد. شيء تحفه. وهاي الشاشه هنا حتى شاهد بها مباريات، طبعا حجمها 15 ب 10، اكبر شاشه اشوفها اني. وهذا المطعم هنا موجود، خوار دنجه وكافتريا. مطعم هنا موجود كل شيء يقدم. هذا الشاي، اهم شيء الشاي هنا موجود، كل شيء موجود. خلونا نفوت على هذا القسم، قسم الالعاب. طبعا هاي بولينج جيمز. خلونا نفوت جوه. هذا الريسبشن. السلام عليكم. تصوير مش كاني ها. هاي البولينج اللي موجوده داخل المنتجع. موجوده عندك هاي اللعبه. ها ايش قد تكلفه اللعبه على البولينج؟ انت وهذا النفر ايش قد؟ 5000 النفر 5000. ايش قد يظل مده يلعب يعني؟ كم وقت؟ 10 جولة. 10 جولة؟ هالجولة ضربتين، يعني 12 يصير. ايه. كلها 12. ايه. 12 جولة ب 5000. كلش حلو ببلاش. حبيبي كلش حلوة. طبعا اجواءها كلش حلوة يا شباب، اجواءها كلش حلوة. تجي انت واصدقائك تسوون هنا اجواء فول، بولينج ومسبح واكل وكافتريا وكل شيء تريد موجود، كل شيء تريد موجود. الاجواء خرافية والله العظيم. حرام انه واحد يجي الاربيل وما يستكشف هاي الاماكن او ما يزورها. يعني هذا المكان انت اذا تزوره يغنيك عن فرة 3 محافظات كامله، او يغنيك عن سفر الدوله كامله. اصلا كل شيء تريد موجود بيه، كل شيء انت تريده هو موجود هنا. حلو كلش مثلكم، انتم حلوين فهو حلو. فلهذا لايك واشتراك، لا تنسوا تشاهدوا الفيديو حتى نقدم لكم شيء افضل واكثر من هذا. هذا مكان خروج، هو بس حتى مكان يعني تدخل وتطلع من عنده وحده، يعني هو يخبل اصلا. تيجي تريد تاخذ صور، مخلي لك هنا المجسم مال القلعه والمناره، مخلي لك هنا شباك على اليورد. هذا شباك على اليورد، مخلي لك هنا باب. واو. الان طبعا بي جراج السيارات، هذا اللي انا بيه هسه هو جراج، واكو جراج ساحه هناك وحدها، جراج للسيارات وجراج للموتورات. الكل شيء موجود بيه بصراحه. المكان كلش حلو جدا جميل، من اجمل الاماكن اللي شفتها داخل اربيل. الغريب بالموضوع حتى صالون مال الحلاقه موجود. يعني ما ادري اذا انت كنت مستعجل وجيت وما لحقت ترتب امورك تحلق تشسوق، موجود هنا حتى صالون مال الحلاقه. شوف صالون مال الحلاقه كامل، وها نسائي
ورجالي. هاي الباروكات هاي صايرة بباب الدخولية. طبعا المكان صاير على شارع 40 مقابيل بارك شاندر. هذا اللي وراي هو بارك شاندر، هذا هو شارع 40. الى هنا طبعا وينتهي فيديو اليوم، ونشوفكم في فيديو قادم. ونصيحتي لكم اخر الفيديو ان المكان يستاهل تجربة، المكان حلو، المكان محترم، المكان تتونس به انت كعائلة، انت كشخص، بكل الطرق تتونس به. كلش حلو المكان. فسيو See you.